ما تقفيش روحك على ما تقريش وحدك على ما زلنا على بالكش باللي تتبنا بالانسجام ولا رانا مختلفين غير سيبالاتان. كي عرفتك كيف راح تقولك عطيني الفيسبوك كي شفت البروفيل تاعك زعفت ما تبغيش الطعم تسمعي غير الامريكان وانا نبغي الاصالة والوطن. بيني وبينك فرق كبير بيني وبينك انا وانتي ماناش كاع كومباتيل. بيني وبينك فرق شاسع كيما اللي بين الميسا والايفون. السلام عليكم أعزائنا المستمعين في حصة جديدة، حصتكم حصة تحولات. اليوم عندنا موضوع جديد نتكلموا فيه اليوم على يعني السكان الأصليين تاع الجزائر أو شمال أفريقيا. ورانا عارضين معنا اليوم يعني عالم في علم الأحياء، وإن كنت لم أفهم بعد لماذا معد البرنامج جاب يعني عالم في علم الأحياء يتكلم على هذه القضية في عوض ما يجيب عالم في علم التاريخ. أستاذنا أستاذنا العالم الكبير بن كوزو. تفضل. السلام عليكم. شكرا قبل كل شيء على العرضة وعلى الفهم على الموضوع هذا المشوق هذا. دوكم فهمك الأخ سواعق على جابوا عالم تاع أحياء وما جابوش عالم تاع تاريخ، يعني لأن التاريخ يعني فيه بزاف يعني المغالطات والأشياء يعني مش متفقين عليها كل الأطراف. فاهم؟ فيه أشياء يعني مزيفة، فيه متأثر من السياسة، متأثر يعني متأثر بزاف الأشياء هي مش علمية. في عوض علم الأحياء ماشي متأثر لا بالسياسة ولا بالدين ولا بأي شيء آخر. فاهم؟ يعني أكثر علمية وحيادا. المهم هذه كانت المقدمة. ندخل الآن في الموضوع. يعني السكان الأصليين تاع شمال أفريقيا والجزائر على وجه خاص هما يعني بدون منازع هما الديناصورات. اسمح لي الأخ، اسمح لي من فضلك دقيقة. أوكي تفضل. بصح على هنا نهضروا على الديناصورات دروك، أنا نهضروا زعما على السكان الأصليين تاع شمال أفريقيا. راك فاهم؟ ماشي الموضوع تاع الديناصورات ولا شيء آخر. ديجا وين عرفت انت الديناصورات هذه اللي تهضر عليها انت؟ ما كان لها هياكل عظميه القوى لا والو، مع اني ماشي متخصص في هذا الموضوع. يعني جاوبك ما تخافش الأخ. يعني أنا نهضر لك على الديناصورات. أصلا أنا منخرط في حزب المساواة بين المخلوقات، يعني ما عنديش فرق ما بين الإنسان والحيوانات. راك فاهم؟ هذه هي لا يعني هذه العقيدة تاعي، هذه ما تخربليش فيها. وثانيا صح ما لقيناش الهيكل العظمي راك تهضر عليها ولا الحفريات ولكن كاين دليل آخر، يعني بالاستقراء كما يقولوا. كاين شيء آخر يثبت أن الديناصورات هم السكان الأصليين تاع شمال أفريقيا. واش هو البترول. راك فاهم؟ لأن البترول ما يجيش من الرملة، يجي من المواد العضوية. يعني يا إما يا إما نباتات كثيرة ولا حيوانات كثيرة. ورانا نعرف أن يعني شمال أفريقيا فيه بزاف البترول الخفيف. يعني شمال أفريقيا كان معمر بالتيرانوزور، لأن التيرانوزور هو اللي يعطي البترول الخفيف هذا. فاهم؟ ما تخافش، ما تكسرش كاع راسك، راك مع عالم في علم الأحياء يا سي سواعق. صح، غير اسمح لي الأخ، تهضرون على الديناصورات. أنا ما على باليش بلي أنت منخرط مع حزب المساواة بين المخلوقات، وكان كاع ما عرضناكش كاع، لأن هذا يعني هذه كاع ماشي عقلية هذه. ولكن معليش غادي شغل نسيروك
انت راك تهضر نهضروك على الديناصورات، بصح الديناصورات مكاش، راك فاهم؟ واش الفائدة تهضر لي دروك على الديناصورات؟ صح راني معك، يعني الديناصورات دروك مبقاتش، ولكن الوريث الشرعي تاعها مازال كاين. وكما تعرف انت وكما نعرفو حنا وكما يعرفو كاع الناس، الانسان من الثدييات، راك فاهم؟ والديناصورات هما يعني الوريث الشرعي تاعهم الزواحف ماشي الثدييات، يعني زرزوميات والضب وهاد الاشياء هما السكان الاصليين تاع شمال افريقيا، راك فاهمني؟ باش نرجعوا الحق الى نصابه، راك فاهم؟ يعني ما نقولش الظلم هذا ولا قل الحق ولو كان مرا، راك فاهمني؟ اوكي اوكي فهمت. على كل حال سنضطر لإنهاء هذه الحصة بسرعة على خلاف العادة. شكرا للمتابعة وأعزائنا المستمعين، وإلى اللقاء في حصة أخرى.